خلاص اخوك سيد فين؟ سيد نزل على القهوه من بدري. طب اطلعي انت مالكيش دعوه بالحاجات دي. خد. ده كل على فين يا حلو نزل تتسحب؟ صباح الخير يا ست شربات. لا خير ولا شر، خد. ايه دي الشهاده؟ لا ده حكم من المحكمة بطردك من الشقة يا ضنايا. استأنف يا سي صابر. ما عطلكيش يا حبيبتي ميعاد الاستئناف. يعني ايه؟ يعني باختصار كده تلم كركبتينك وتوريني عرض كتافك. انا نازل اهو على بركه الله، عندي مرمى في السيما اللي هيدولي من الفلوس هجيبهولك على طول. كلت من الكلام ده كتير، خلاص ما عدتش بصدقه. اتفضل من قصير ولم كراكيبك ومع الف سلامه. هوديهم فين بس؟ انا في عرضك يا ست شربات. لا في عرضي ولا في طولي. يا تدفع يا تنفذ حكم المحكمة. عايزه كام منه يا ست شربات؟ هتدفعي له يا شاطرة 145 جنيه غير المصاريف. سخت اهي، خليها عندك لحد ما ربنا يقدرها ويسدها لي. لا يا ورده بلاش. هاتي يا اختي. كتر خيرك يا ورده. الناس لبعضيها يا صابر. يا سلام، كمان بقى يكون في علمك المصاريف قبل الأجرة. ما تعجزنيش يا شربات، انت عارفه مين وغطاه. روح لعمك يا اخي. الله، عمك ده مستفيد فلوسك من ابوك. روح له يا اخي. تعبت معايا يا ناس، تعبت. ما يموتش حق وراه مطالب. خليك وراه تاخد حقك. خد يا بت، انت مش اجدع مني. انا بس بنحرره عشان يروح ياخد فلوسه من عمه اللي وكيلها. ميرسي، احنا شربات في الدنيا. اعمل ايه عشان خاطر الورد، عشان خاطر السي سيد. يا سي سيد. يا استاذ دي سابع مرة ما تجيش على العلامة، عايزك تقف على العلامة. يا طوخي يا طوخي لازم يقف على العلامة. حاضر يا في أستاذ. فيلم خام، دي سابع مرة. حاضر. مرة تانية يبقى استنى. اتفضلي يا ستي، ادي 25 جنيه. اتفضلي يا ستي. تعالي انت الوصل. حاضر. فين؟ شكرين يا ستي. اتفضل. مع السلامة. ايوه يا استاذ عاطف. لسه لك شغل تاني يا صابر؟ ما تصرف لي اليوم بتاع النهارده، واول ما تحتاجني حاجه. انا بكره الطريقة البايخة دي يا صابر. اصل محتاج يا استاذ عاطف، محتاج قوي. يا راجل خلي اي حد غيرك يقول الكلام ده. ده انت عمك سالم البدراوي. قطع سالم البدراوي، بقول لك محتاج يا استاذ عاطف. بقول لك ايه، خلص شغلك تاخد حقك، غير كده لا. ده انت مش جديد على السيما يا صابر. ما تشوف لي اي حاجه مش هنا بس. خلاص خلاص خلاص. خد 10 جنيه سلفة من جيبي. امضي وصل. لا مفيش وصل. مفيش وصل. مفيش وصل، ده بيني وبينك. دي اسد بيها بقى ست الشربات. صابر. عايزاها بدري. هات 2 جنيه. هتروح صحيح هتصاحبة البيت. ده يعمل معروف، ابويا عيان بقاله شهر وما لناش حد يصرف علينا. هات 8 جنيه. خد 8 جنيه اهو. يا استاذ صابر على فين؟ مروح. طب انا ليا 2 جنيه قدام و230 قرش النهارده. ما انا ليا شغل تاني. اصل انا هسلم العقده عشان هشتغل في التلفزيون. ده شكل التلفزيون. ايوه. خد هات الباقي. باقي ايه يا عم صابر؟ ده الفلوس معجزه معايا قوي. مع الف سلامه. مع السلامه يا استاذ. ما بقاش قدامنا غير سالم البدراوي. عيني عليه يا رب. 1000 مرة قلت لك إن القهوة بتأثر على الجنين. أرجوك يا روحي بلاش القهوة. خايف عليا ولا على فلوس الدكاتره؟ فشر، أنا خايف عليك وعلى ولي العهد. مش باين. إزاي بقى؟ بقالي سنه متجوزاك وما اعرفش عنك اي حاجه. افرض يا حبيبي بعد الشر بعد الشر عليك جرالك اي حاجه. قالوا سنه بقى واللي في بطني واكون تحت رحمه ابن اخوك اللي هيكوش على كل حاجه. معاش ولا كان؟ دي الحقيقه، ولازم نعمل حساب يوم زي ده من دلوقتي. زيزي أنا مش صغير وعامل حسابي كويس قوي لليوم ده. ثروتي كلها سبايك ذهب موجودة هنا في الفيلا. طب رسيني، عرفني على كل حاجه، احميني انا واللي في بطني من صابر. صابر مش هيطول حاجة لو جبتي ولد. طب لو جبت بنت ادوخ انا وهي بقى 7 دوخات. سبايك الذهب موجودة في الخزنة اللي هنا في المكتب. سالم بيه. ايه ده؟ مش تبين صوت ولا تعمل اي حاجة وانت جاي؟ حاضر. ايه في ايه؟ صبر بيه. سمع. اوعى تكون قلت له ان انا هنا. انا ما اعرفش. انا ما بحبش اسمع صوت الولد ده. خلاص
كلمه انا. خلاص امشي انت. الو. ايوه ست هانم، انا صابر يا مرات عمي. عارفه انك صابر. عاوز ايه؟ اقدر اكلم عمي في مساله خاصه؟ عمك بياخد حمام بخار في النادي يا بني ادم، وهيطلع من هناك على مكتبه على طول. العفو. باي. الحمام بخار في النادي ايه؟ يا سلام يا ابن تفيده، الله يرحم ابوك الجهاز وطش الغسيل والصابونه الزفر. ايه مالك بتبرطم كده ليه؟ راجل عمي مش عارف اخد منه حق ولا باطل، والولايه شربات رفع عليها قضيه طرد، مش عارف اعمل ايه يا سيد. يا ابني اخدان الحق ده حرفه. عمك ده عاوز واحد حريف زي حالاتي، ما يهموش اي حاجه، حاطط رقبته على ايده وقلبه ميت. ايه رايك بقى هجيب لك حقك بالذوق بالعافيه، نام واطمن، كله في جيبي. انا اهو ايدي على كتفك يا عرب. ادي يا ستي سبايك الذهب اللي في الخزنه اهي عشان تطمني. ما تحرمش منك ابدا ابدا. ربنا يخليك ليا يا سلم يا حبيبي. هات المفتاح بقى اشيله معايا. لا معلش. اخص عليك يا سالم، انت مخوني. لا يا حبيبتي ابدا، اهو معايا اهو في الحفظ والصون. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ماجدة. عزيز ده رجع من السفر؟ منتظر سيادتك من بدري يا فندم. ايه مصطفى ده؟ تعالى هنا. هي وكاله من غير بواب ولا ايه؟ أنا مستندات الصرف لا ليها لا أصل ولا فصل، وفواتير كتير ناقصة. أنا لازم أقابل صاحب الشغل وأفهم منه راسي من رجلي. اهدى بس يا درش، دلوقتي عزيز بيه هيخرج ويشرح لنا كل حاجه. ما هو عزيز بيه هو سبب العك ده كله. ايه مصطفى ده؟ عزيز بيه بيعق؟ بيعك، اسأليه هو يقول لك. الحسابات كمان بتقول كده. طب اهدى بس، الهي ربنا يهديك، اهدى كده وروق وادخل. واكتر من كده يا سالم بيه، سعادتك مستقل بموظفك وتلميذك ولا ايه؟ يعني تحاليل وصحه. كل الاجراءات في التمام، بولوبيف معتبر مستوفي جميع الاجراءات القانونيه. مش ناقص غير ان سعادتك تديني الحلاوه. 50 فوق مرتبك. مرتب ايه يا سالم بيه؟ الكلام ده كان ايام البولوبيف اللي بجد، لكن المره دي البولوبيف ده لا يصلح للاستهلاك الادمي. وطي صوتك. نوطيه يا سعاده البيه، بس نعلي العموله. ما عايزش عنك حاجه يا زيزو، بس المهم انك تصرف الطلبيه دي بسرعه. اسبوع بالكتير يا باشا ومش هتلاقي ولا علبه بولوبيف في المخازن. خلاص يبقى مش خساره فيك العموله. نقول 10% كويس يا باشا. 10% كتير يا زيزو. بقول لسعادتك انا اللي هصرفه، وبعدين ده بولوبيف لا يصلح للاستهلاك الادمي. خلاص وطي صوتك. 10% 10%. ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه ويطول لنا في عمرك وتستورد وتستورد، بس بشرط يكون التاريخ منتهي. يا استاذ افهم بقى، قلت لك سالم بيه مش موجود. كدابه! انا ما اسمحلكش انك تقول لي كدابه. ده كدابه و60 كدابه، احنا لسه شايفينه بعينينا وهو داخل المكتب. يبقى لازم اقابله، لازم اشوفه. ايه زعيم ده؟ ايه عاوز يقابل عمه والمزبوزين مش موافقه، وانا بقى انت تخلص خالص ولا هخليهم يرموك بره. هو يعرف يرد. رد يا صابر. ها؟ رد. ارد اقول ايه؟ ايه يا صابر؟ تعال تعال يا صابر، اقعد. قول لي عاوز ايه عشان عمك مشغول شويه. لا اصلها مساله خاصه. عمك ما بيخبيش عليها حاجه ابدا. انت عايز فلوس مش كده؟ يبقى مش بالهيصه دي، في ادب، في ذوق، في اخلاق. اعمل ايه؟ اصل تعبت وانا عليا التزامات كتير. خلاص انا هريحك خالص. مجد اطلبي لي نمره 5. حاضر يا فندم. وانت يا فندم لما تخش شركه محترمه زي دي خلي صوتك واطي زي اخلاقك، مفهوم؟
مفهوم يا سعاده البيه. نام واطمن، كله في جيبي. نعم. في جيبك انت. ايوه. حاضر. كده انا هريحكم قوي. ولا يهمك، نام واطمن، كلهم في جيبي. في ايه؟ اطلع. ادفع. حاضر. يا سيد، يا سيد، ابسطوهم قوي عشان ما يعتبوش هنا تاني. زعلان ليه؟ زعلان منك. وشك زعلان ليه؟ لو عتبت هنا تاني هكسر لك رجلك. اوعى نفسك هيتكتب، الله يخرب بيتك. يا نهار اسود. يحيى العدل، يحيى العدل، الحقوني. في ايه؟ الحقوني انا. عاوزك في وشك هنا تاني وانا ببقى صابر المفرات. انت لسه هتنتم. اخلع من هنا، اخلع. فلوس يا عالم، فلوس يا اولاد الكلب. اهو ده كل اللي حصل يا شربات يا اختي. لاجل عيونك يا سي سيد استنى شهر 2 3 انت تؤمر. ما هو ده العشم برضه. طب هو وصيغه ورده. طمن قلبك يا صابر، المال يا اخويا رجع لاصحابه. خد يا سي سيد. عزيز، ايه الحكايه؟ ما جيتش ليه النهارده يا استاذ؟ اعمل لك ايه بس يا حبيبتي؟ ما الراجل مقفل عليا اخر تقفيل، ما عرفتش ازوق منه خالص. طب اسمع، بكره شغالين كلهم اجازه، وهو هيسافر اسكندريه الصبح وهيرجع اخر النهار، ضروري تيجي. ما هو ده لو ما خدنيش معاه يا حبيبتي. سوق منه باي شكل وتجيني. انا عاوزاك في موضوع مهم، ضروري تجيني يا زيزو. مع السلامه. يا عينيا، يا بخت الشمس والهوا. شايفين الجمال ده كله اللي انا اتحرمت منه؟ انت اللي حرمت نفسك، مش انت اللي دبستني في الجوازه دي؟ ما احنا كان لازم نكون نفسنا برضه يا زيزي. بس انا الواحد اللي بدفع الثمن. ما هو كله راجع لك يا حبيبتي. انا صحيح، هو لسه فاكر انك حامل؟ فكرتني. انما يا حلو بعد شهر ولا شهرين هيعرف اني مش حامل واللعبه هتتكشف. وايه بس اللي يخلينا نستنى شهر ولا شهرين؟ طب والعمل؟ انت مش شفتيه وهو بيحط الدهب في الخزنه؟ انما قافل الخزنه والمفتاح معاه. زيزو مفيش حاجه تقف قدامه. انا خدت المفتاح وعملت منه نسخه معايا في العربيه.
وصلت له ازاي؟ بسيط، خليته مشغول في المكتب وخدت المفتاح، عملت عليه نسخة ورجعته من غير ما يحس. وبكده نسرق الذهب. شايف برضه يا وزة نطلع حرامية؟ لا العفو، امال هتعمل ايه؟ ما تتعبيش نفسك انت، سيبيلي انا ادبر كل حاجة. عزيز ما تقلقيش. يا حلاوة النعم. تعال انت عزيز. ايه؟ انا قلبي مش مرتاح وضميري بيقول لي. بقول لك ايه؟ قولي لضميرك ينام ويشخر، مش وقت الكلام ده يا حبيبتي. ما تضيعيش الوقت، عايزين نلم النعمة دي قبل ما سالم بيرجع من السفر. عزيز، مين امنك لم تخون؟ يا حبيبتي انا لو خنت الدنيا كلها مش هخونك انت يا نور عيني، هي 10 يوم يا وزة. تعرف يا عزيز لو خدعتني هموتك واموت نفسي. صباح الخير. صباح الخير يا ورده. خد غير ريقك. جمالك كتير قوي عليا يا ورده، مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، افتح واتكل على الله، روح شوف شغلك. شكرا يا وردتي. يخليك ليه يا سافرتي. انت ازاي يا كرسون؟ ايه عايز ايه؟ ايه الجاز اللي احنا بنشربه ده؟ اولا ده مش جاز، ده سبيرتو وبتطفح منه كل يوم. انت هتتلمض؟ انا هخليها في ضلمه النهارده. برافو عليك يا استاذ توخي، كنت هايل، والاول مره انت بتعمل الشوط مظبوط، وعشان كده مره تانية للتليلر بارتي. شكون ساعه راحه عشان انا تعبان، دلوقتي ساعه راحه، يلا انزل. ودلوقتي يا استاذ توخي انا عازمك على العشاء، اتفضل. برافو يا استاذ صابر. ايه ده معقوله؟ انا ما كنتش فاكره انك ممثل عظيم وكبير بالشكل ده. اولا قبل ما اسال انت جايه هنا ليه؟ عرفت هنا ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش. عايزه ايه؟ الحقيقه سالم بيه زعل قوي من اللي حصل ومهددنا كلنا بالرفض اذا ما كانش يقابلك النهارده ويعتذر لك على اللي حصل. ايوه بس انا لسه ورايا الشغل. انا ممكن استناك لحد ما نخلص. طب تعالى. كفايه كفايه كفايه. اتفضل يا استاذ. اتفضل. 10 جنيه اللي خدتها منك امبارح. لو معكش خليها. لا ما خلاص عمي سالم بعت لي فلوس. كده يا عم. ربنا يسهل لك. بقول لك ايه، ما تيجي ننتج فيلم سوا؟ يا عم ده انت حرام، انت هتاخد جنة. طب ممكن يا استاذ صابر نستعمل التليفون علشان اشوف سالم بيه اذا كان في البيت ولا في المكتب قبل ما نروح له؟ ممكن يا استاذ عاطف؟ اتفضل. الو. ايوه يا عم زكي. انا عايز نمره. انا صابر الكومبارس. اللي هبقى نجم. كام النمره؟ 820 359. 820 359. شكرا يا عم زكي. ازيك يا عم عاطف؟ رد على طول. الو. ايوه انا ماجده. ايوه صابر خلص وجاهز دلوقتي. خليكي معايا دقيقة واحدة يا مجد، ما تقفليش. حبيبي انت خارج ولا قاعد؟ انا جاي تعبان بالسفر، مش هقدر اخرج. ليه؟ لا ابدا، اصلي كنت عايزه اوصل نص ساعه عيد ميلاد ألفت، بس مش عايزه اسيبك لوحدك، لا تقلق. لا ما تخافيش، بس اعملي لي فنجان قهوه وبالسلامه انت. حاضر. اسمعي يا مجد، وصليني لغاية الفيلا
وارجعي على الشركه على طول، ما تتاخريش. حاضر، مع السلامه. يلا يا صبر. بس انا خايف يا ماجدة العم يرجع لطبيعته يمسح بكرامة الارض. ما تخافش يا صبر، ما كانش عطلني طول النهار ويديني عربيه الشركه علشان ادور عليك. يلا. القهوه. ميرسي يا زيزي. عايز حاجه تانية قبل ما اخرج؟ ما تتاخريش عليا. لا ابدا، اول ما يطفوا الشمع هرجع على طول. باي باي. مع السلامه. الو، بوليس النبتة، الحقوني انا سالم البدراوي. ايوه في واحد عايز يقتلني. فيلا البدراوي، شارع 28 بالمعادي. صابر، ارجوك ما تقتلنيش يا صابر، انا عمك يا صابر. خد الفلوس اللي انت عايزها بس ما تقتلنيش يا صابر. اتفضل يا سيدي، ادينا وصلنا. بقول لك ايه، انا قلبي مش مرتاح للزياره دي. معقول يا صابر بيه؟ ده سالم بيه منتظر سعادتك. رجعيني اعملي معروف، انا مش ناقص زفره لسانه. ارجوك يا استاذ صابر اعمل معروف. يا لسه ماجدة، انا لو سمحت انا معايا فلوس مش محتاج، انا دفعت ايجار البيت خلاص. اتوسل اليك، ابوس ايديك، ما تكونش السبب في قطع عيشي. لا اعوذ بالله. اتفضلي يا ستي. اتفضل فين؟ لا ده حضرتك بقى اللي هتتفضل وتقابل سعاده البيه، وانا بقى اروح اكمل شغلي. هو انا هيعمل ايه؟ لا طبعا مش هعمل لك حاجه، ده انت قدها وقدود. اتفضل يا صابر بيه. مساء الخير يا عم. مساء الخير. زعلان؟ زعلان مني لما جيت الشركة وفكرت؟ ما انت عارف ان انا فجومي. معلش كنت محتاج. وانت بصراحة سايق نتانة معايا. مش عارف نتن معايا ليه؟ عم انا ماليش غيرك. وانت كمان مالكش غيري، يعني الفلوس دي كلها هتوديها فين؟ على العموم حصل خير. حقك عليا. حقك عليا بقى، ما تزعلش. واد راسك اهو عشان ما تزعلش. انت روح من هناك وانت على ورايا. اقف مكانك. انا مكاني، انا مكاني. اجروا بلغوا البوليس. القتيل سبق وبلغنا بنفسه عن الجريمه والقتل. القتيل يعني عرفتوا القتيل؟ ايوه. مين؟
ابن اخوه صابر. انا ده انا ابن اخوه صابر. انت؟ طب تعالوا معانا. انا مش ممكن اصدق ان صابر يقتل. يا اختي الحوجه وحشه، يمكن من دقته. والمال يا ورده بيعادل الروح. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. صابر ده بيخاف من خياله، يقوم يقتل ازاي؟ ده حتى صابر طيب وابن حلال. الشهاده لله، عمه ده يستاهل الحرق مش القتل بس. يا تستاهل. وطي صوتك يا اخويا، الحيطان لي هودان. كلمه منك كده ولا كده يجروا رجلك واحنا محتاجين. يجروها ازاي؟ بالاونطه، مش في تحقيق والسين وجيم وحاه وخاء ولم الف يه. بكره الحق يبان وربنا على الظالم. يا حول الله، بقى صابر الغلبان ده يقتل؟ مين اللي قال لك؟ ده واد رد سجود، ده مقطع السمكه وديلها. جايز. انا متاكده ان هو القاتل. طول عمره كان بيطارد المرحوم وبياخد منه فلوس بالتهديد. والمرحوم ما بلغش البوليس ليه؟ يبلغ ازاي يا بيه؟ ده كان بيخاف من شوشره على اسمه في الجرايد. وانت كنت فين وقت ارتكاب الجريمه؟ يعني امبارح الساعه 8 بالظبط. كنت فين؟ كنت في عيد ميلاد ألفة صاحبتي. يا ريتني ما اروح، يا ريتني ما اروح. الله يرحمك يا سالم. انا يا فندم ما كنتش اعرف انه مجرم وهينافس تهديده ويقتل سالم بيه. انت سمعتيه بيهدده؟ كتير يا فندم، كان كل ما بيحتاج فلوس كان بيجي الشركه ويهدده. من غير مؤاخذه، هو اتهجم على المرحوم في الشركه لوحده ولا كان معاه حد؟ لكن معاه واد صايع تاني. والكلام ده كان امتى؟ من حوالي اسبوع تقريبا. وانت عملت ايه؟ ما هو لولا العبد لله لكان خلص عليه، ان انا بقى ما خلصنيش امد ايدي عليه عشان خاطر المرحوم. كان دايما بيهدده ونصحته كتير لكن مفيش فايده يا فندم. هل لديك اقوال اخرى؟ لا. تمت اقوال وتوقع منه. قتل سالم البدراوي مع سبق الاصرار والترصد. مظلوم يا سعاده البيه. ده انا ما اعرفش اقتل فرخه، حد عمي. بس الشهود كلهم اجمعوا على انك هددته اكتر من مره. يا بيه ده انا كنت بطالب بحقوقي وهو مطنش. ده حتى ماجده السكرتيره بتاعته خدتني لغايه عنده في الفيلا. بسؤال ماجده السكرتيره انكرت انها راحت لك وقررت انك هددته اكتر من مره، وايدها زملائها في الكلام ده وانها ما سابتش الشركه في اليوم ده. مظلوم يا سعاده البيه، كان بريء والله يا سعاده البيه، والله بريء يا بيه. قررنا حبس المتهم صابر سعد البدراوي 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في المعاد. منهم لله، منهم لله. الجدع راح في الرجلين. ربنا ينتقم من اللي رماها الرميه السودا دي. مش وقت الكلام ده يا ورده، احنا لازم نشد له محامي. هنسيب الجدع يا حبه عيني لايص كده لوحده؟ ده يا عيني عليه، لا ليه عارف يجري وراه ولا حبيب يشوفه. احنا اهله وناسه ولازم نقف جنبه لحد ما يطلع براءه. رقبتي يا سيد، اديله سيختي. ايدينا في ايدين بعض، ناموا واطمنوا وكله في جيبي. قوم كل ده انت مش طبيعية ربنا مفيش حاجة نزلت في جوفك. ماليش نفس. بقول لك ايه يا فخم؟ ايه؟ يا فخم. نعم. الحاسة عايزة الأكل. أنا عايز سيجارة. بعد ما تاكل نخمس السيجارة يساوى. لا روح أنت، ماليش نفس. يا جدع قوم. أنت أول مرة تدخل السجن ولا إيه؟ كل اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طب خد حتة الفرخة دي مني هتعجبك قوي. تسلم الآتي. وكلها يومين وتخرج بالسلامة. يومين؟ ده أنا البراءة في قضية تأبيدة. تأبيدة إيه يا مؤاخذة؟ أنت نشاطك إيه بالظبط؟ إيه؟ نشاطك إيه بالظبط؟ يعني تهمتك إيه؟ أكل. التهمة لابساه 100%، يبقى إحنا هنستنى ليه؟ زيزي أرجوكي ما تاخديش المسائل ببساطة، لا نلاقي حبل المشنقة ملفوف حوالين رقبتها. إحنا لازم ننتظر. يوه، ننتظر إيه بس؟ وأكيد النيابة اللي ماسك القضية مش سهل، ده مية من تحت تجري،
واحنا لازم نحتاط كويس قوي. ما كانش حبس صابر لو هو مش مقتنع. وممكن تكون خدعة منه يا حلوة عشان يريح القاتل الحقيقي ويمسكه. ايه اللي يخليك تفكر كده؟ لأنه لسه ما كتبش قرار الاتهام. يعني ايه؟ يعني لازم نتلم لحد ما قرار الاتهام يطلع. بس يا حلو مش عامل حساب يوم اسود هيخرج لنا في صابر ويطالب بالورث. عامل حسابي يا حلو ومغير كل الدفاتر عشان يعني لا قدر الله لو المحروس خرج من السجن يلاقي الشركة مديونة لشاشتها. في حاجة تانية برضو مش عامل حسابها. ايه هي؟ تخلص من وصفي لا يتكلم. انا اي راجل من رجالتي ما يتكلمش حتى لو قطعوا حتة من لحم. عزيز ما تقلقيش، احنا متأكدين من براءتك يا سي صابر من غير ما تحلف، والست شربات او مثلك محامي. تشكر يا ست شربات يا أميرة. الشكر لله يا اخويا، وللبنت وردة هي اللي باعت حتتين الصيغة بتوعها، انا يا دوب كملت بس عشان اتعب المحامي. على العموم تشكروا انتوا الاثنين وربنا يقدرنا على رد جمايلكم. بس انت ما تشيلش هم حاجة. بالمناسبة ست شربات، نعم يا اخويا. أجار الأوضة وبيع كركوبتين. يا ست يا سي صابر ما تقولش كده ابدا، اوضتك هتفضل لحد ما تخرج بألف سلامة. دي مسألة يا عالم هتطول قد إيه؟ وأنت أولى بأجرتها. لا يا سي صابر الناس لبعضيها يا اخويا. الست شربات راجل مجدع. الزيارة الجاية ما نفسكش في حاجة اجيبها لك الزيارة الجاية؟ السجاير، أنا عايز سجاير. جبت لك السجاير مع الاكل. تشكر. لا اله الا الله محمد رسول الله. شد حيلك يا سي صابر. شكرا يا اخ مصطفى، وده رقم تليفوني اذا كلمني. سلام عليكم. الباقي في حياتك يا زيزي هنا. حياتك الباقي. مجد، احنا عايزين نعرف اذا كان سالم بيه ليه حسابات في بنوك تانية ولا لا. في الحقيقة يا فندم انا ما عنديش اي فكرة. طيب خلي مصطفى يعمل جواب دوري لجميع البنوك وفراحة في جميع المحافظات عشان نقدر نحصر التركة ونعرف اذا كان سالم بيه ليه حسابات تانية ولا لا، لان الحسابات اللي احنا لقيناها في البنوك اللي بنتعامل معاها حسابات ما تسدش التزاماتنا، واكيد هو ليه حسابات خاصة. طب يا فندم حضرتك تؤمر بأي حاجة تانية؟ ايوه، تخلي مصطفى شخصيا هو اللي يقوم بالمهمة دي وما يكلفش بيها اي حد، لان ده سر من اسرار الشركة، ولو اتعرفت الحكاية دي هتهز مركز الشركة المالي. حاضر يا فندم. بقولك ايه، عدي الصناديق اللي موجودة في المخازن بتاعت البلوبيف اللي مستنيه عشان لازم الشعب ياكل حسب وصية المرحوم. حاضر يا فندم. مش ده البلوبيف اللي... ايوه يا حبيبتي هو. خد بالك ما تخليش ولا علبة. ما تخافيش عليا يا حبيبتي، انا لازم احافظ على سمعة المرحوم. عزيز ما تقلقيش. الله يرحمه، هو خد جزاته ومات مقتول. انت ما قتلتش ومفيش سرقه حصلت، والراجل كبير ومش بتاع نسوان، يبقى القاتل مستفاد من موته. مفيش غير الست مراته. بلاش رمضة وخش يا واد سجون. الله ما تزعل. واحنا انا داخله بقرش يعني ولا ايه؟ الله، المعلم بيحبس بشحمه ولحمه. انت لحقت تخرج لما يجيبوك هنا تاني؟ تخدت على اخوانا يا جدعان. ألف مين يشيل عنك يا معلم؟ ده بصداع في الكازوزة. المرة دي محدش يقدر يشيل عنه. ازاي يا معلم؟ دخلت فيلا الم الرفايع ومش قصد شر. شافتني الولية صاحبة الفيلا صوتت، حاولت اهرب، راحت ماسكة في هدومي، طلعت قرن الغزال ونزلت عليها مرتين تلاتة، فرفرت. سمع الجيران وجم قبضوا عليا. ويعني كان لازم تصوت؟ نسوان ما يجيش من وراهم الا وجع القلب. تفتكر هيحولوا اوراقي للمفتي؟ تأبيده وتمر حلواني كده يا معلمي. انا مش قاطع فيا غير دلال بنتي، سايبها على فيض الكريم. هترزق دلال بنت جدعه وشاطره وتطلع قرشها من بين حجرين، ما يتخافش عليها. سيجارة؟ انت ايه؟ بني آدم. مش باين. الله، أما إنك راجل جعر تتشطر على ولاية تقتلها؟ أنت بتقول إيه؟ اقعد يا حنطور عينك. يا صابر، أنا مش بني آدم الراجل الجبان ده. المعلم ده بس. سيبوه سيبوه.
قضية زي اتنين وهتحول على المفتي. تعالى اي انت طالع مش عارف بيراميد. معلش خلاص انت قد الضربة دي. انتباه دعبس ملقاط عاملين لي فيها قرانات على الايراد الجديد. يا لص يا مسجون انت وهو. حبس انفرادي اسبوع منك له. استأنف يا شويش. استأنف يعني ايه يا مسجون؟ المعلم دعبس ده راجل امير. والواد ملقاط ده واد عسل. والدوشه اللي سامعها بره الزنزانه دي تبقى ايه؟ كانوا وحشيني بقالي مده ما شفتهمش، خدتهم بالحضن زي كده اهو. مجامع لما اوفق. انا لو سمعت اي لفظ تاني حبس انفرادي في الزنزانه، احنا عارفين لوايح. بقول لك يا معلم دعبس كده. تعالى بقول لك. والله وطلعت مجدع يا. قلت لي اسم الكريم ايه؟ صابر، اسمي صابر. عشت الاسامي يا صابر. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. خد بقى سجاره خواجات هي عشان تروق المزاج. قول لنا بقى ايه حكايتك؟ اي خدمه. كنت عايز اعرف اذا كان قرار الاتهام طلع ولا لسه. بتاع جريمه قتل المعالي. ايوه لسه ده اتاخر قوي. وحضرتك مستعجل ليه؟ لا ابدا، اصل احنا كنا عايزين نطلع اعلان شرعي. ياه، دي القضيه لسه ما انتهتش، وتقرير القانون الشرعي لسه واصل دلوقتي كده. طب شكرا، مع السلامه. يعني لو خرجت براءة هتورث؟ طبعا. ما دام الحكايه وصلت للقتل تبقى التركه كبيره، ويبقى المرحوم شيء وشويات. شيء وشويات قوي يا عم دعبس. خساره في اخوك 10,000 لو خرجتك من القضيه. لا مش خساره، بس ازاي؟ انا القاتل ومستعد اقول الكلام ده قدام النيابه. سلام، بتضحي بحياتك عشان يا عم دعبس؟ لا دي مش تضحيه يا عبيط، ده بيزنس. ايه؟ شغل يعني. انا هشيل وانت هتدفع. يا سلام، ويعني تفتكر النيابه هتصدقك؟ في القانون الاعتراف سيد الادله، وانا هعترف. وانا رقبت سداده. بس بقول لك ايه، اوعى تلعب بديلك كده ولا كده، انت الجاني على روحك. ماشي يا عم دعبس. طب عايزك بقى ايه، تجاوب على كل سؤال هسأله لك بالتفصيل. كويس قوي انك تيجي تعترف، انما الكلام ده ما قلتوش قبل كده ليه يا دعبس؟ انا بصراحه يا سعادتك بيه ما كنتش ناوي حاجه ابدا، عشان قتيل اتحسب عليا او انت ما استفدتش منه اي حاجه. وايه اللي حمسك وخلاك تيجي تقول الكلام ده دلوقتي؟ انا خلاص يا بيه هقابل رب كريم ولازم اكفر عن ذنوبي. صابر بريء وانا القاتل، وحرام اخده في رجليا واشيل ذنبه في رقبتي. وايه اللي خلاك تقتل سالم البدراوي؟ ايوه بيه، انا كنت داخل اسرق، بصيت لقيته في وشي، قلت ازوق، اتصدر لي، طلعت قرن الغزال وكان نهايته على ايدي. لو افترضنا كل اللي قلته صحيح، مين اللي اتصل ببوليس المعادي وبلغ عن الحادث وقال ان صابر القاتل؟ انا يا سعاده البيه. وعرفت اسم صابر وعلاقته بالمجني عليه ازاي؟ المرحوم كان بيتكلم مع واحد في التليفون وقال له صابر ابن اخويا، وسكت شويه وبعدين قال له خليه يجيلي حالا، انا منتظر. انا بقى عشان انفي التهمه عن نفسي اتصلت بالبوليس وكتت بالبلكونه. ده تهريج، كلام فارغ. صابر هو القاتل. اعملي معروف امسكي اعصابك لا يكون فخ لنا. فيك راجل في الدنيا يعترف على نفسه ان هو القاتل من غير ما يقتل؟ وبعدين بقى يا زيزي، واحنا مش عرفنا اذا كان هو القاتل ولا لا؟ ما يمكن هو القاتل صحيح. بتقول ايه يا عزيز؟ احنا لازم نسلم بالامر الواقع. صابر بريء ولازم نبارك براءته. بس كده هتضيع نص الثروه مننا. احسن ما تضيع رقبتها.
وبعدين فين هي نص الثروه دي؟ ده يا ولدها مش هيطول العشر. حتى لو كان مليم واحد ياخدوا ليه؟ عشان احنا نتمتع بالباقي من غير اي تهديد. انت عارفه عدم صدور قرار الاتهام ده كان ايه؟ كان سيف مسلط حوالين رقبتنا احنا الاثنين، وادينا خلصنا منه. يلا بقى يا نور عيني نفكر في الجديد. ده قرار النيابه بالافراج عن صابر. انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه وجهه نظر حضرتك. صابر من غير كذبه المعلم داعبس كان هيفرج عنه لعدم كفايه الادله. وكمان النيابه شافت انه لازم يخرج علشان المجرم الحقيقي يطمن، وصابر يدور على الميراث بتاعه. ميراث ايه يا فندم؟ الشركه بتسحب على المكشوف. اظن من المستحيل ان الشركه لها كل النشاط المشبوه ده تبقى مديونه وتسحب من البنك على المكشوف. يا فندم انا متاكد الفلوس كلها اتهربت بره البلد. تحرياتنا بتقول غير كده. اسمع، انت لازم تفتح عينيك قوي اليومين دول عشان نقدر نقدم القضيه مستوفاه للنيابه. 1 يا ورد، 2 يا فل، 3 يا ياسمين، 4 يا أجدع ناس معلمين. أعرفكم إن المعلم صابر خارج النهارده براءة. تحبوا تقولوا له إيه؟ مبروك يا معلم صابر. شكرا يا معلم داعبس. لا شكر على واجب يا صابر. ربنا يخليك ويخلي الجدعان اللي في بلدنا كلهم. بس ياك انت كمان تطلع مجدع كده وتوفي بوعدك. عيب يا معلم، العنوان معايا، اول ما هستلم هطير اوفي بوعدي. اقول لك ايه، 10 بواكي ما يخسوش مليين. عيب، ده انت سوابق شبهي. مع الف سلامه. والعاشق في جمال النبي صلي عليه. يعني كان لازم نيجي نستناه؟ وصل الشغل يا حلو. انا مش طايقاه. وبعدين بقى اللي هنعيده نزيد ولا ايه؟ ان كان لك عند صابر حاجه قولي له يا ايه؟ يا سيدي. انا هتفرس منه. ابتسمي، الباب اتفتح. بالحب يا صابر، يا كيدهم قوي، يا فريتهم قوي قوي. الحمد لله على السلامة يا سي صابر. الله يسلمك يا ورده. اهلا يا اخويا، الحمد لله بسلامتك، الف سلامة. الله يسلمك يا ست شربات. تسلم لي. يلا يا اخويا العربية جاهزة، العربية جاهزة. هو هنطور ليه يا صابر بيه؟ عربيه سعادتك في انتظارك. الله عزيز بيه شخصيا. الحمد لله على السلامه يا فندم. زيزي مرات عمك منتظرك في العربيه. طب بقول لك ايه يا عزيز؟ ايوه يا فندم. قول لي زيزي مرات عمي اللي منتظراني في العربيه ان انا همشي مع ولاد حتتي الناس الغلابه اللي وقفوا جنبي. يسلم بقك. ماشي يا فندم. نمشي ورا سعادتك بالعربيه. زغرات يا بنت يا وردة. خير يا دلال، عامله ايه؟ العمل عمل ربنا يابا. الحوجة مرة وانا وليا بايدي اعمل ايه لوحدي. الواد عزوز ما دفعش المطلوب. ابدا، السندل وضرب طناش. يا عزوز الكلب، نهايتك هتكون على ايدي. وانت بايدك تعمل ايه وانت جوه السجن؟ اصبري، استحملي، كلها كام يوم وهيجيلك 10 بواكي مقفولين. افتحي كشك سجاير او اعملي بيهم اي شغلانه شريفه، احسن لو وقعتي محدش هيرحمك يا بنتي. حاضر يابا.
عاجبك كده؟ اسمي ما تطوليش الدنيا. يا جدعان تعال 1000 مرة 1000 مرة وصابر وصابر 3000 مرة مليون مرة صابر. رقصني يا جدع رقصها يا جدع. متشكرين يا احلى ناس، متشكرين قوي 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 قوي. يلا يا اخويا يلا اطلع ارتاح لك شوية. بس اشوف الغنم اللي ورايا دول. والنبي يا صابر تستعمل عقلك، لا يكونوا عايزين يضحكوا عليك ولا مدبرين لك مصيبة تانية. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما بقول ايه، خليهم يجوا يرتاحوا عندي، اندهي لهم يا بنت يا واد. يا صابر بيه. ايوه يا عزيز. احنا في انتظار سعادتك يا فندم. ما تتفضلوا فوق. لا معلش عشان هانم تعبانه شويه. يا لهوي سلامتها الف سلامة، خليها تيجي ترتاح عندي فوق اما اروح اندهلها. لا 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 اوعي تقربي من هناك. هي عايزه مني ايه بالظبط؟ اصل دي مسائل عائليه يا فندم وانا ماليش دخل فيها. لكن مش معقول يكون عندك قصر كبير زي اللي هناك وتسيبه وتسكن هنا. اسيبه لا، انما مش هسيب ولا قشايه، انما اسكن هنا اسكن هناك، انا حر اسكن في الحته اللي ارتاح فيها. طبعا طبعا يا فندم. طب اسمعني يا عزيز. حاضر يا فندم. عزيز. يا فندم يا فندم. انا كان ممكن اخلي الحاره هنا تشيلك وترميك بره، انما دول ناس عندهم اصل، نكرم الضيف مش نهينه. طبعا يا فندم، وانا بعتذر عن اي شيء بدر مني. حلو، زبانه حلوه يا ابن الحلوين، زبانه يا اخويا. اجي معاك لا يغدروا بيك. يغدروا بمين؟ ده انا رد سجون. برضه ايد على ايد تساعد. يعني لو احتجت لكم تبقوا هتلاقينا ورا ظهرك. بقول لك ايه يا سي صابر، ما تتاخرش يا اخويا، حكيم انا عامله لك كده ليله عالضيق. ربنا يكبر بخاطرك. عزيز رقصني يا جدع. كلام كتير انا مش عايز. انا تحاسبوني على كل مليم في التركه الاول، واعرف راسي من رجلي ناس يا هم. كله موجود، كل حاجة مظبوطة في أوراق رسمية. فين الاوراق دي يا مكندره يا مرات عمي؟ الاوراق يا فندم. انا قلت لك اتكلم، ما تفتحش بقك الا لما اذلك. انا بتكلم مع مرات عمي، مرات عمي اللي شهدت ان انا بهدد عمي وببتز امواله. انا كنت ببتز امواله؟ أرجوك تنسى الماضي ونبتدي صفحة جديدة. معاك انت؟ صابر أنا مرات عمك. انت اللي قتلت عمي. بتقول ايه يا صابر بيه؟ قلت لك ما تتكلمش. انا بكلم مرات عمي، مرات عمي فاهماني كويس، واحنا فاهمين واخد بعض كويس قوي. لا ده كتير، ده كتير قوي، أنا مش ممكن هستحمل أكتر من كده. بتبطل بتقول ايه؟ احنا الاثنين كان لنا مصلحه في موت عمي، وانا ما قتلتش وانت عارف. يبقى مين اللي قاتل؟ معرفش. الراجل الحرامي اللي اعترف يا صابر بيه. صحيح، ده الراجل اعترف وانقذ رقبته ورقبتكم من حبل المشنقه. يبقى خلاص ما دام القاتل اعترف نصفي الجو اللي بينا ومفيش داعي للخصومات، خصوصا انها مرات المرحوم عمي. بس يا لنتان. حاضر لا نساعد. استنى، انا اذنت لك بالانصراف؟ تحت امرك يا صابر بيه. انا عايز استحامى، عايز اتمتع بالعز اللي كان حارمني منه عمي. تحت امرك يا صابر بيه. تجيب لي شويه غيارات. حاضر يا فندم. وشويه بدل نظيفه كده وجزم وشويه طرابيش. قبل ما تخرج من الحمام لوازمك كلها هتكون موجوده. وفي الحمام؟ من هنا يا سعاده البيه. تجيب لي الغيارات والبدل من محلات القطاع العام، وعايز فواتير مختومه. حضرتك بتشوف في نزاهتي؟ حراميه يا ولاد الكلب. اتفضل يا بيه. يا ساتر. أنت فهمت كل كلامه طبعا. للاسف ايوه. ده بيتهمنا عيني عينك. حلمك بس يا زيزي، لازم نسايسه في الاول لغايه لما الاقي له مصيبه كده حلوه على قده. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ ده داهية وباين علينا ويل على الشر. عزيز! يا فندم! يا رب عزيز! حاضر يا فندم. صبر اتأخر قوي وانا خايفة يكون عملوا فيه حاجة. الغايب حجته معاه. لو اعرف طريقه كنا رحنا له. لا نبلغ البوليس. يا لهوي بوليس؟ احنا نستنى لاخر الليل، ان ما جاش نبقى نبلغ. بقول لك ايه يا حبيبتي، انزلي انت اقعدي مع المعازيم وانا محصلاكي. ما يلا. قاعدين بتتامروا على ايه؟ أرجوك تحسن الظن. فين مفاتيح العربيه؟ تحت امرك يا فندم. اتفضل. أنت هتتأخر؟ شوف انا حر، ما بحبش حد يسالني رايح فين وجاي منين. وانت حلوه يا ابن الحلوين، هتبات هنا؟
لا يا فندم مروح. طب يلا خلاص، ايام الفوضى خلصت يا استاذ عزيز. قدامي على بيتكم، لسه حسابها ما خلصش. قدامي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا اخويا. اهلا بك اهلا اهلا بك يا عزيز على ناسك وحبايبك. اهلا بك اهلا اهلا بك يا عزيز على ناسك وحبايبك. لك وحشه طول ما انت بعيد ورجوعك ولا يوم العيد، وعشان فرحان بك وسعيد لازم اتصور صوره جنبك. اهلا بك اهلا اهلا بك. ما شاء الله عليك جاي من الغربة زي اللي يكون كان في أوروبا متغدي ومتعشي مربى. ما شاء الله عليك جاي من الغربة زي اللي يكون كان في أوروبا متغدي ومتعشي مربى. إيه كل ده يا ابني فهمني، ده احنا ما جبناش غير جبنة. إيه كل ده يا ابني فهمني، ده احنا ما جبناش غير جبنة. وحلاوة وعيش في ظروف صعبة، وحلاوة وعيش في ظروف صعبة، وحلاوة وعيش في ظروف صعبة، وحلاوة وعيش في ظروف صعبة. دخنا من دول أو من غلبة. أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا أهلا بك. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل. يا مين يقول لي العزول ما تجيش نواحينا، غاب القمر عننا، غاب القمر عننا وخلاص رجع لينا عين. نورت الحتة كما العادة ومليتها أفرح وسعادة وعوز لك على نار متادة. نورت الحتة كما العادة ومليتها أفرح وسعادة وعوز لك على نار متادة. وانت يا سيدي عليك انت يا كيدو يا تلوب بالحتة. وانت يا سيدي عليك انت يا كيدو يا تلوب بالحتة. متهني وفرحان بزيادة، متهني وفرحان بزيادة، والفرحة تنطق من قلبك. أهلا 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 بك أهلا أهلا بك. دوري عليه فين يا مجنونه؟ تلاقيه اتمسى بات عند عمه. عمره ما بات عند عمه. انا خايفه لا يكونوا عملوا في الراجل حاجه. ما تخافيش، هيعملوا ايه بس؟ وبعدين مش كده يا ورده، خصوصا بعد ما ورث لا يقول طمعانه في فلوسي. فلوسه ده ما كانش حيلته الا ده، وكنت برضه بحبه. اتقالي خليه هو يفتحك الاول. بقولك ايه، روحي كده بايديك الحلوه اعملي لي فنجان قهوه عشان اقدر اظبط دماغي وافتح عينيا واتفاهم معاكي. يلا. حاضر. مش عوايدك تشربي سجاير. انا خلاص يا وصفي مش قادره اتلم على اعصابي. انا مش عارفه صابر بيه هيعمل فيا ايه دلوقتي. صابر ده قطه مغمضه ملوش في الخرباشه. ازاي بس قطه مغمضه وملوش في الخربشه؟ انا شهدت ضده وخايفه لا يرفدني. عارف يا وصفي انا محتاجه للوظيفه دي قد ايه؟ عزيز مسيره توفي في عبه وكان الله بالسر عليه. ايه يا بك؟ ايه يا ديرس؟ قاعدين تدردشوا سابيني المبلول لوحدي؟ يلا عشان صابر بيه عايز يتعرف بالموظفين. حاضر يا استاذ عزيز. وانت يا اخويا ما يلا. بقول لك ايه، خليك حنين ما تعشناش. وصفي. بقول لك ايه، ما تكهربش الجو بالشكل ده.
ماجدة قلبها رهايف، لو خافت هتكشفنا كلنا. وانت مالك ومال ماجدة؟ انا بكره هسد بقى بقرشين ومع السلامه. مش هيحصل. اللي يدوس ماجدة في سكته ممكن يعملها مع الدرس، لكن انا لقمه مره واحنا دافنينه سوا. وطي صوتك، انت جننت. لا انا بعقلك يعني، لا تكون ناوي تتجنن وتعملها. معقول برضه يا درس؟ ما انا بقى لو وصلت لحد المشنقه احنا الاتنين هنتعلق في سلبه واحده. مظبوط ولا ايه؟ مظبوط طبعا يا درس. كده يبقى اتفقنا. يلا بينا بقى نروح لصابر بيه. يلا يا اخويا يلا. ايه رايك ينفع من الشاي ده؟ فكرتني بالمرحوم. في حاجه يا عزيز؟ الموظفين في انتظار ساعتك يا فندم. ما تيجي معايا يا مرات عمي؟ لا 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 معلش، انا جيت بس عشان اقول لك مبروك يا صابر. اتفضل انت، اتفضل خلص اجتماعك، انا هستناك هنا. معايا يا عزيز. اتفضل يا فندم. معايا، ده انت هتشوف ايام سود. اما اشوف هتعمل ايه يا بطل. كويس. اتفضل يا صابر بيه. خليل فراش الشركه. وفاء عبد العزيز قسم الحسابات. قسم ايه؟ حسابات. محمد مصطفى قسم المشتريات. محمد مصطفى؟ امك عايشه؟ ايوه. شريف رحومه قسم المشتريات. شريف ايه؟ شريف رحومه. رحومه؟ ايوه. ده اسم ابوك؟ ايوه كده. كويس. ماجدة صبحي قسم السكرتارية. والسكرتيره الخاصه بتاعت ساعتك. اهلا وسهلا. مصطفى عزت قسم الحسابات. اهلا وسهلا، ازيك يا مصطفى؟ ورئيس قسم الحسابات مؤقتا. وصف الدرس. مسؤول عن المصارعه. لا، مسؤول الامن يا فندم. الامن الغذائي؟ ما هو البولبيت باين في بطنه اهو. انا المسؤول عن امن سعادتك داخل الشركه. ليه الموظفين هيخشوا يضربوني؟ لا يعني مش القصد، يعني واحد رزل يتهاجم على سعادتك ولا حاجه مثلا. واحد رزل؟ واحد جاي لعمه يبقى رزل؟ انا كنت جاي اخد اجره البيت. طابور الطحين ده ما يشوفش وشه في الشركه. اللي تؤمر بيه يا فندم نحوله لاي وظيفه ثانيه. يسيق الشركه، يمسك خيشه ويقعد يسيق قدام مكتبه. اللي تشوفه يا فندم. خلص الاجتماع. انتهى الاجتماع. اتفضل بره. اتفضل. قسم السكرتاريه. حضرتك بتندهلي يا فندم؟ انا عايز قسم السكرتاريه بس يا عزيز. لما عاوزك ابقى اطلبك. اللي تؤمر بيه يا فندم. يلا حبيبي كب نفسك. اتفضلي اقعدي. أنا يا فندم أعصابي مضطربة، مش قادرة. ما انت واقفه قصاد وش اجرام. يا فندم أنا ما كنتش أعرف حضرتك كويس، ده حتى حضرتك وشك سمح قوي، مش ممكن تكون وش إجرام أبدا. مش دي شهادتك قدام وكيل نيابه؟ عاقبني يا فندم، جازيني، اخصمني حتى 10 أيام من مرتبي، بس أرجوك ما ترفدنيش. أنا محتاجة لكل مليم هنا باخده في الشركة. أنا مستحملة غلب الدنيا كلها. أنا بابا مات وماما عندها السكر، وأنا اللي بصرف على إخواتي، ويا دوبك المعاش اللي باخده يا دوبك بيكفي تمن دواء ماما. رغم ظروفك المهببه ديت تشهدي شهاده زور. أنا عبد المأمور. خساره، كان نفسي تبقى عبد الله مش عبد المأمور. شفت لهبل؟ قلبي راجع حساباته القديمه مع ماجدة. يعني ما قدرش على الحمار بيتشطر على البردعه؟ احمر يا زيزي، مش تحسني ملابسك كده. ايه؟ انت زعلت؟ طب خلاص انا اسفه. طب خلاص هروح اشوف ماجدة عملت ايه. اوكي. يا ماجدة عملتي ايه؟ اهو قاعد يتكلم عن الأخلاق والضمير. بسيطة، دي عندنا منها كتير قوي. هو عايزك تقدم له حسابات الشركة. دي كمان بسيطة، ده انا هوديه البحر وارجعه عطشان. ابعتي لي مصطفى على المكتب. ايوه يا استاذ عزيز. ايوه يا مصطفى، وحياتك تنزل البنك تخلص الموضوع اللي كنت قلت لك عليه، عشان احنا هنا محتاجين لسيوله. حاضر. بالمرة تعدي على العميل الرزل بتاع حلوان، تفهمه ان احنا محتاجين لفلوس ضروري. ايوه بس دي شغلة المحصل. افرض المحصل مات يا استاذ، الشركة تقفل؟ الشركة هنا مفيش اختصاص، كله تعاون، مفهوم؟ حاضر، بس انا كده هتأخر. اذا اتأخرت بروح من بره وبكرة يكون الرد جاهز. مع السلامة. برافو عليك. كده هستفرد لك بصابر واعرفه الحساب شكله ايه. جدع.
اصبري يا دلال، ضروري هيجيلك. يابا الايام بتجري ومحدش سأل، والسؤال غير الله مذله. اصبري، بكره تتعدل. انا خايفه طول الايام وابقى ما قداميش غير الخدمه في البيوت. اوعي، عدي على صوابعك 10 ايام بالكتير. ان ما جالكيش ابعتيلي وانا اتصرف. امرك يابا. عاوز حاجه؟ عاوز اطمن عليك انت واخواتك. اخواتي في عينيا من جوه، خلي بالك من روحك انت. يا صابر بيه، الحسابة زي الكتابة، والدفاتر والارقام عمرها ما بتكتب. شركه ومكتب واداره وسكرتاريه وصافي الربح 7%. ده احنا لو كنا حطينا المبلغ ده في البنك وديعه كان يجيب اكتر من كده. اصل المرحوم عمك كان بيشتغل اولا واخيرا لصالح البلد وليس بقصد التجاره. عايز تفهمني ان المرحوم عمي اللي كان بيستخسر فيها 20 جنيه بيشتغل لمصلحه البلد اولا واخيرا؟ الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. طيب والعمل دلوقتي؟ يا فندم انا عرضت عليك الدفاتر والموقف المالي للشركه والباقي يتضبط. يا سلام، منين؟ ما الشركه على فضل الكريم. ما المرحوم كان بيشتغل لمصلحه البلد. هو سعادتك عايز كام بالظبط؟ 50,000 جنيه. ليه؟ انت مالك؟ انت مالك يا اخي؟ قصدي ان المبلغ ده كتير قوي وصعب تدبيره. تقدر تدبر قد ايه؟ يعني 10 15 20,000 بالكتير قوي. هاته. اديله. ده انا هديله صاروخ يطلع من ساسروته. العاش بعديه يبقى ب7 ارواح يا روحي. هتعمل له ايه؟ هريحه وارتاح منه. اما نشوف يا عزيز مين هيريح مين. ايه دول؟ 10 بواكي ساعة البيت اللي قدرت ادبرها. الباقي؟ اديني فرصة لغاية بكرة اكون دبرته. انت مش هتعدي الفلوس ولا ايه؟ على الله يكونوا ناقصين مليم احمر، واللي هيعمله ربنا هو اللي هيكون يا عزيز. لا اذا كان كده يبقى لازم تعدهم. مستعجل. بليز. هو انا هتبلى عليك؟ بس يكونوا ناقصين وانا هخرب بيت اهلك. اهلي؟ هم اهلك بس. صابر بيه. نعم. لو سمحت ممكن حضرتك تمضي الاوراق دي؟ لا يا مجدي هتاخر. لا يا فندم، بس الشغل كده هو اللي هيتاخر. كل دول؟ عنك الشنطة يا فندم. لا يا اخويا مالكش دعوه بالشنطه. مبروك يا فندم، ما هي دي اول صفقه تعملها الشركه في عهد حضرتك. خلاص؟ لا يا فندم، فاضل الورقه دي وخلاص. تحب اجي مع سعادتك؟ لا يا حبيبي خليك في شغلك. انا كنت بعرف خدماتي بس. يا حبيبي خليك في شغلك، كل واحد خليه في شغله. مع السلامة يا فندم. خلي بالك، خلي نفسك انت كمان. مع السلامة يا صابر بيه. دي موتة تدبروها لي يا ولاد الابلسه. الو؟ ايوه انا. ها نفرق شربات؟ لا، فرقت في شنك المرة دي، ده زي القطط ب7 ارواح يا استاذ. يعني ايه؟ ما تعورش حتى؟ والعربية كمان سليمة؟ ده انت وشك فاري.
كتب لك عمر جديد يا بيه. ليه يا هندسه؟ في حد اكيد متغاظ منك قوي. فاكك مسطر الفرامل وفاكك فرامل اليد وموصل فرامل اليد بالبنزين عشان اذا شددها تجري منك زياده ما يبقاش في فرامل. عارف مفيش غيره حبيبي. عايزين زيت وخرطوم باكن. بكام؟ اهو يعني 7 8 حالا. تعالى هنا قول لي ايه الحكايه، ازاي نفذ؟ اديني عمر وارمين البحر. ده على اللي انت قلته مفروض يكون ما تقبش عموتك. انا مش عارف صابر ده طلع لنا منين. طب بص تيجي نسيب البلد ونهرب قبل ما يرجع. طولي بالك يا حبيبتي، المسألة مش سهلة زي ما انت شايف. تقدر تفهمني احنا مستنيين ايه عشان نزق من البلد؟ احنا خدنا كل اللي احنا عايزينه واكتر كمان. الشركة طز، الفيلا طزين ياكلهم. استبرو لسه ما ردش عليا. يوه ماله سيستبرو كمان؟ اهدي بس يا زيزي، الشنطة لازم تسافر الأول ولا نسافر بره ونقول عشان عليك يا رب. يلا نديها له، لازم ناخد خطوات إيجابية. ده دهب وفلوس يا حبيبتي، ما اقدرش اديهم له غير ليله الشنطه ما تكون مسافر. فريدي مات ولا جراله حاجه يبقى احنا اللي خدنا البومبه من الصابر. وصفي ده لازم نخلص منه، ده مش سهل الخلاص منه يا زيزي، ده هو اللي ريح المرحوم. عزيز خلص عليه انت بطريقتك، لانه ده ممكن يضيعنا. 7 8 9 ادي 10. تمام يا استاذ دلال؟ كده تمام. حبايب؟ احنا حبايب يا اخويا من غير حاجه. طيب سلمي لي على المعلم دعبس قوي. تسلم، ما لسه بدري مستعجل ليه؟ شاكرين قوي. السلام عليكم. ايوه يا وصفي، عايز حاجه؟ انا عايز حقي، انا ما اقدرش استنى اكتر من كده. الجو ملبش وانا ماليش دعوه. قبل ما تقع الفاس في الراس. اصبر شويه وحقك هتاخده على داير مليء. اصبر اصبر لغايه اما تخلص عليا، مش كده؟ الفلوس النهارده قبل بكره. وانا مش جاهز دلوقتي. اتصرف لا خليك تعطل المرحوم. تاخد 10000 جنيه دلوقتي والباقي بعد يومين 3 4 حسب الظروف، اسبوع بالكتير. من غير مؤاخذه، كنت انت وانا اخد صابونه. مش عيب يا وصفي؟ انا عارفه كويس يا عزيز، ما هو 2 بهلوانات ما يلعبوش على حبل واحد. قدامك 48 ساعه والا ولا الا ولا مله. حاضر يا سيدي. قلت لي عايز ايه يا وصفي؟ مش قلت لك ان انت دايما غدار مالكش امان؟ اقلب البواكي لا خلص عليك. حاضر حاضر. حرق نار في انتتك. يما الاتوبيس جاي. تعالى هنا شوف دول. السلام عليكم. انتوا ازاي تخشوا والباب مقفول؟ فين صابر؟ يستلم. هو انتوا جايين بقى عشان صابر؟ صابر مش موجود، اتفضلوا بره من غير ما ترد. مع السلامه. طب اقعد، اوعى تكون فاكر انك انت هتخمنا زي المره اللي فاتت. عيب، نحن هنا. وهو الراجل الحيطه بتاعك سبك ومشي. وريني هتعمل ايه بقى؟ واحنا مش هنمشي من هنا بقى لو معنا صابر. ماجدة عزيز. تعملوا ايه؟
هي الحادثه صعبه في التلفزيون؟ يا لهوي حسيت يا صابر. بيك هموتني. انا برضه هموتك يا صابر بيه. تسرقوا الشركه وتسرقوا الضرايب وعايز تضيعني. انا ضيعك. تحب نخلصك عليهم؟ ليه والبوليس ماله؟ التليفون. البوليس ايه؟ يا صابر بيه ارجوك يا صابر بيه افهمني بس. ارجوك حط السماعه وبلاش فضايح. الشريف ما يهموش يا عزيز بيه. العيال اللي ما يسيبش ايده. انت اللي هخلي بضحكوا بجلاك. ارجوك نتفاهم بالعقل. انتوا خليتوا فيها عقل، خليتوا فيها عقل يا استاذ عزيز. افهمني بس. تفك الفرامل وتسيب البنزين على الزيت اللي هوديكم في ده. هو انا ما عملتش كده وانت ما عندكش الدليل. كده اهو البوليس نمرته كام؟ 707. افهمني بس اللي بتعمله ده مش في صالحك. مش في صالح ازاي؟ نفهم مين اللي بتستفيد يا استاذ عزيز؟ مجرد التحيه يا صابر بيه الشركه دي وكل املاك المرحوم عمك هتاخدها الحكومه. لان الشركه دي كلها كده على بعضها من تاسيس المرحوم عمك. صابر بيه تحب نخلي الطابق مستور ونتفاهم مع بعض بالتراضي ولا ننشر غسيلنا الوسخ؟ ان كان عندك غسيل وسخ انا عندي مماسح امسح بيها اللي قدامي. شوف انا ما يهمنيش، انا مستعد اكمل حياتي جعان واشوفكم انتوا الاتنين في الايمان باذن الله. لا وانت الصادق احنا الثلاثه يا صبي. نعم. انت نسيت توقعاتك على الطلبيه الجديده ولا ايه؟ نجيبها للنيابه ونبقى صحبه يا صاحبي. وهي فين التوقعات دي؟ ده انت لو شرقتني مش هتعرف مكانها الا اذا ايه؟ الا اذا اتفهمنا وعرفنا وفتحنا صفحه جديده وكل واحد يروح لحاله. نتفاهم يا عزيز. اعمل معروف انا مش قادر استنى اكتر من كده. انا عندي ميعاد بكره مع الراجل وهندي لك خبر. عشان خاطر يا اسطى. انت كمان لازم تجهز باسبورتات تذاكر من دلوقتي. كله جاهز. برافو. يس استابرو. يس. باي باي. باي باي. خير يا دلال وصل يابا. 10 تمام؟ تمام يابا، ده جدع ابن حلال وسكرة. أصيل والله. المهم خلي بالك من نفسك ومن اخواتك وحطيهم في حاجة تنفعك وتنفع اخواتك وما تحوكيش لحد. ها طمني عملت ايه؟ كل شيء تمام. جهزي نفسك للسفر في اي لحظة. بس اوعى حد يحس لحسن يعملوا لنا كمين في المطار. كل شيء هيمشي عادي لحد ما يفاجئوا ان احنا سافرنا خلاص. وبعد كده يكتشفوا ان هم خدوا اكبر خازوق في العالم. يعني اطمن؟ وحطي في بطنك بطيخة صيف. نحن هنا. يا ساتر، هو الموضوع هيوصل لجنايات. ما تجمد قلبك يا راجل امال. عاوزاك يا اخويا بقى ترجع لي كل الاوراق دي ورقه ورقه. ربنا يجيب العواقب سليم. وراك راجل. ما شاء الله ما شاء الله. انت ازاي يا هانم تسمحي لنفسك تفتشي في الدفاتر دي؟ لا انا هانم ولا انا خايفه من طرطوره. وانت يا استاذ ما تقوم. المكتب مكتب صابر والشركه شركته. يعني ايه؟ يعني توريني عرض كتافك، تتهوى بره شويه تتراوح. طيب انا ليا تصرف تاني. حط راسك مطرح ما تحط رجلك. راجع يا استاذ راجع، عاوزاك بقى تجيب قراره. عملت ايه؟ ولا حاجه، اهو لسه معشمني بالحلق. خلي بالك والحقي نفسك يا احسن ده ناوي كنت هو والهانم وتطلعي من المولد بلا حمص. طب وانت؟ انا خدت 10 بواكي والباقي بعد يومين. بس انا خايف بقى يبقى يسهينا ويسافر. لا ما تخافش، سيب الحكايه دي عليا. انا لو لاحظت اي حاجه هديلك خبر على طول. وانا هضمن لك حقك وزياده شويه. دي ورقة مخالصة بنصيبك في الشركة عشان تبقى كلها ملك لزياد. تمضيها هتاخد 100,000 جنيه. ممكن تبتدي بيهم أي مشروع أنت عايزه. هتركب دماغك. أنا مش راضي أفسر في وشك إيه اللي ممكن يحصل لك أنت والست وردة اللي بتتحداني. قدامك يومين 3 أسبوع فكر براحتك. وإن نويت أنا تحت أمرك. اكلك الاونطه وبرضه مش عايز تسمع كلامي. ازاي تطرد المحاسب وكمان عايز تنزلي عن حقك؟ انا راجل بتاع سيمه، ماليش في الهم ده ولا اقدر عليه. يا خساره يا صابر، الشركه دي كنت هتدفع عمرك في جرايرها. كفايه عليا اللي احنا خدناه.
نتجوز ونعيش احنا الاثنين. اسمع يا صابر، انا يملاش عيني راجل يتخرع. مش بدل ما ارجع السجن واسيبك، انا قلبي عليك يا ورده. اللي يفرط في حقه ما امنلوش يا صابر. ده حتى ربنا قال اسعى يا عبد ولا اسعى معاك، وضروري ربنا هينورنا على حد يقف معانا. مين بس مين؟ ده احنا في وسط عصابه. ايه القمر بيعيط؟ مفيش حد زعلك يا جميل؟ لا ابدا. طب ليه الدموع على خدك دي؟ المصايب كترت على دماغي قوي. اخواتي مصاريفها زادت، وماما كل مدى ومدى وصحتها في النازل، ماما تعبانه تعبانه قوي يا ورد. خلاص انا فهمت كل حاجه. ثانيه واحده. ايوه يا ورده. ماجدة يا حبة عيني مموتة روحها من العياط. الظاهر انها مزنوقة في قرشين كده ولا حاجة. ماجدة دي شايلة حمل لو شالوا جبل ينخ. سمعتها لي. يا سلام، ربنا يخليكي نادي صابر. انت محتاجة دواء لمامتك لأجرة البيت مكتوب عليكم، خدي دي وتجيلي، مفيش إحراج. عوزت أي حاجة تعالجي. سامحني يا صابر بيه، سامحني. أنا عايزة أعترف لك بكل حاجة. والكلام ده ما قلتهوش من الأول ليه يا مجدي؟ ده الكلام ده ما قلتوش من الأول ليه يا مجدي؟ رد على البيت. يا فندم أنا كنت خايفة من عزيز ووصفي، لا يقتلوني زي ما قتلوا سالم بيه. وقبل ما يتقتل سالم بيه؟ قبل ما يتقتل سالم بيه. ما جيتيش ليه وبلغت ان الشركه دي بتستورد اغذيه فاسده ما تصلحش للاستهلاك الادمي؟ رد على البيت. يا فندم أنا ما كنتش أعرف إن الأكل ده كان أكل كلاب إلا بعد موت سالم بيه، وهم كمان كانوا مستعجلين على توزيع الكمية الموجودة. عموما كويس انك جيتي وبلغتي بنفسك، والا كنت هتبقي متهمه. ماجدة، انت هترجعي شغلك تاني. عايزك تبقي طبيعيه جدا، مش عايز حد يعرف انك جيتي هنا، فاهمه؟ اسمعي كلام الحكومة، احنا مش قد الحكومة. متشكرين قوي يا فندم، فرصة سعيدة جدا. السلام عليكم. حاضر يا فندم. مصطفى؟ بونجور مادموزيل. بونجور. عزيز بيه لو سمحتي. ايوه يا فندم اتفضل. ميرسي. بونجور عزيز بيه. اهلا مستر. ها ايه اخبارك؟ اطمن خلاص، دلوقتي 99% من المشكله انتهينا، الباقي عليك انت تاخد الشنطه وتسافر. مصطفى وصل يا فندم. طب مالي ايدك من العمليه دي؟ تمام زي ما انت واقف قدامي كده. ايوه وصل، هو عنده دلوقتي. ايوه روح عندي، كله تمام. جهزي نفسك، مسافه السكه هكون عندك. ايوه استبر عمل اللازم. قفلت السكه ليه؟ يعني خرجوا؟ استاذ وصفي كنت عايز من حضرتك. يا شركه ميلوده وقفوا.
بيه وصل؟ لسه يا فندم. على فين يا عزيز بيه؟ وصفي ابن حلال مصفي والله. كويس عشان اديك بقيت حقك. قال لي انت فاضل لك كام يا وصفي؟ اوعى حد يتحرك منك له. اشوف وشك بخير يا وصفي. هتوحشني قوي يا حبيبي. يلا يا اختي، بقول لك ايه، انت عارف كويس ناوي تعمل ايه؟ عاوز ايه؟ الفيديو؟ بمين؟ هو اتأخر كده ليه؟ اضربي له كلاكس. انت يا وليه يا شلع انت يا انا ما قتلتوش. عزيز هو اللي قتلني وخلاني اقتل سالم بيه. الحمد لله الحمد لله. حط الشنطه في العربيه. فتح على روح اموات نفسي. عزيز ما تقلقيش. مع السلامة يا عزيز. يلا بسرعه شويه. مع السلامة يا مرات عمي. يلا. اللي بيسلمونا على حبل المشنقة. هنجيب لكم عيش وحلاوه. مع ألف سلامة. يا حلاوة.